التعليم العربي النظامي في موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا. وقد خرجت هذه المدارس الآلاف من حملة الشهادة الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى كوادر علمية من حملة الليسانس والدكتوراه من الجامعات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. كما كونت مئات من الدعاة لله بالحكمة والموعظة الحسنة عبر إسقاء إفريقيا والعالم. وما يجهله الكثيرون هو أن صدى الفلاح وصل أيام الحاج محمود باه رحمه الله إلى الدول الإفريقية كثيرة من خارج إفريقيا الغربية كالغابون والكاميرون والكونغو ومالي، بالإضافة إلى السيراليون وغيرها. وكان لهذا الحضور تأثيرا كبيرا على انتشار الإسلام في تلك الدول. وتذكر المصادر بأن الحاج محمود باه رحمه الله شيد ما يزيد على 76 مدرسة و81 مسجد قبل القرن الوحيد وفاته. في الرابع من شهر يناير للعام 1978 فاضت روح الحاج محمود باه إلى بارها في نواكشوط، ونقل جثمانه إلى مسقط رأس جول بعد حياة حافلة بالعمل في سبيل الله بهمة تعرف كيف تتخطى المصائب. توفي رحمه فبقيت مآثره خالدة ومناقبة حاضرة لا تغيب أبدا. رحم الله الحاج محمود باه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته في جوار النبي الأبر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. والسلام. شكرا للأخ أبو بكر محمود باه على هذا التقديم الرائع وعلى هذه النبذة التي استفاضت وتحدثت عن مناقب ومحاسنه رحمه الله. والآن أحيل الكلمة للمعقبين، وفاتني أن أتحدث في بداية الحديث عن أن الأستاذ الدكتور حسين المجدو سيكون فعلا من بين المعقبين كذلك. إذا أحيل الكلمة الآن للأخ أحمد بول وديعة للتعقيب، وله 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الشكر للشباب المنظمين لهذه الندوة الاحتفالية بعلم من أعلام الأمة الإسلامية ليس في إفريقيا وحدها بل في العالم كله، الحاج محمود باه مؤسس مدارس الفلاح الإسلامية رحمة الله عليه. شكرا أيضا للأستاذ أبو بكر ولأسرة الحاج الكريمة ولمدارس الفلاح ولكل الحضور الكريم. كنت حضرت مداخلة من 5 نقاط، وصديقي عبد الله المدبا طلب مني أن أتحدث في 3 دقائق. سأحاول أن أتحدث عن 5 نقاط في 3 دقائق، أحتاج دعواتكم وتضامنكم. الملاحظة الأولى، النقطة الأولى التي كنت أريد أن أتحدث عنها هي أن الحاج محمود باه وأضرابه من رواد الإصلاح ومن القادة المؤثرين في منطقة فوتا مع الأسف لم نعطهم نحن في هذه البلاد ولا في محيطنا من العالم الإسلامي حقهم. من أبناء موريتانيا اليوم سمع شيئا عن الحاج محمود باه؟ من منهم اطلع عن تعريف له في مناهجنا التعليمية أو في مؤسساتنا الإعلامية؟ لا أحد مع الأسف. لقد وقع هؤلاء ضحية وجودهم بين خصمين، بين خصم دخل إلى المنطقة مهتما ببعد عروبي فلم ير في هؤلاء العروبة، مع أن العروبة فيهم أوضح وأفصح، وأن خدمتهم لها كانت أكبر وأقوى. وجار جنوبا لم ير فيهم الفرنكفونية ولم ير فيهم العلمانية فاضطهدهم وأبعدهم. الحاج محمود باه لم يهتم به العروبيون لأنه غير عربي، ولم يهتم به الفرنكفونيون ومن على شاكلتهم لأنه أحد رواد الإصلاح وأحد رواد الصحوة الإسلامية. هذه نفسها حالة الدولة المامية، وهذه نفسها حالة المقاومة الكبيرة وأعلامها في منطقة فوتا. أين هو الحاج
العلامة فودي جاجيلي مثلا، وأين هو محمد لمين دراما، أين هم من تاريخ المقاومة؟ تاريخ المقاومة في هذه البلاد كما نطلع عليه هو تاريخ بدأ من 1903، أي بدأ من اللحظة التي انتهت فيها المقاومة المسلحة عمليا في منطقة فوتا، مع أن المقاومة في هذه المنطقة كانت صبغتها الدينية وصبغتها الإسلامية أقوى وأوضح. هذا يجر أيضا إلى ملاحظة أخرى وسؤال آخر، هو أين هي فوتا وأعلامها من المدن الأثرية المدن التاريخية؟ لماذا لا نجد في الحديث عن المدن التاريخية في موريتانيا مدينة من منطقة فوتا؟ لماذا لا تكون جول مدينة تاريخية؟ ألا تستحق؟ لماذا لا تكون حتى كن بصالح مدينة تاريخية؟ أليست أقدم؟ أليست أعرق؟ مع الأسف لم تحظى بذلك، لأن هناك في هذه البلاد من يصر على الاستمرار في أن يظهرها بلون واحد وأن لا يحتفي بكل هذا التنوع الجميل فيها. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هنالك بعض الجوانب غير المعروفة في حياة الحاج محمود باع مؤسس مدارس الفلاح رحمة الله عليه. أنا بحكم اهتمامي بالحاج وسيرته وبحكم تلمذة على أخينا المهندس عمر محمود باع شفاه الله وعافاه، اطلعت على بعض الأمور المهمة التي لا تذكرها كتب التي اهتمت بالتاريخ، حتى التاريخ الإسلامي الذي يتحدث عن المنطقة. مثلا الحاج محمود باع خلال إقامته في مكة المكرمة خلال أدائه فريضة الحج كان من أوائل الشخصيات من غرب إفريقيا التي التقت رواد الإصلاح على مستوى العالم الإسلامي. حسب علمي وحسب معلوماتي، أول شخصية من هذا الفضاء التقت بمؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر الإمام الشهيد حسن البنا كان الحاج محمود باع. وقد حدثني ابنه المهندس عمر أن في مكتبته رسالة تحوي تفاصيل من هذا اللقاء. أول شاعر موريتاني واكب سقوط فلسطين 48 وكتب شعرا عنها كان الحاج محمود باع، وله قصائد عن فلسطين مكتوبة في هذا التاريخ وشاهدة عليه. لا نجد أيضا هذا الأمر مع الأسف فيما وصلنا. أظن أن الحاج محمود باع هو عنوان للوصفة التي تحتاجها موريتانيا اليوم، ولذلك يستحق من أهل موريتانيا كلهم العودة إلى تاريخه ودراسته والاهتمام به. هو عنوان الوصفة التي نحتاج، لأنه هو الذي يمثل الهوية الإسلامية الجامعة لأهل هذه البلاد، مثلها ومدارس الفلاح عليها تأسست كل الصحوة الإسلامية في هذه المنطقة كما أشار المهندس أبو بكر. والحاج هو عنوان التعايش بدون عقد بين الهويات الوطنية. فالحاج الفلاني هو الذي درس في المجرية على يد الشيخ البيضاني، والحاج محمود باع عندما بدأ في إرسال التلاميذ أيضا إلى الأزهر وأراد المستعمل أن يعتبر ذلك نوعا من المتاجرة بالأشخاص وما إلى ذلك، لم يرسل فقط تلاميذ الفلان، وإنما أرسل تلاميذ فلان وصنوكة وبيضان وحراطين، وكان إذن هو عنوان الاعتراف بهذا التنوع وهذه الهويات دون أيضا هو عنوان الوعي بالتعليم وأهمية الثقافة وقصة مدارس الفلاح وقصة إرسال هؤلاء التلاميذ، وهذه قصة طويلة ومعركة طويلة مع المحتل الفرنسي لعلكم تعرفون بعض تفاصيلها، كانت تؤشر إلى أنه أدرك أن الأمم تبنى بالتعليم. ومع الأسف نعلم كم نتألم اليوم من انهيار التعليم ومن غياب التعليم في كل نواحي حياتنا. الحاج كان أيضا عنوانا في هذه الوصفة للجمع بين الأصالة والتجديد. فالحاج محمود باع الفلاني الأصيل الذي بدأ حياته راعيا للغنم، ورعي الغنم بالمناسبة ليس مسبة، وإن من نبي إلا ورعى الغنم. هذا الفلاني الفوتي الجولي وصل لاحقا إلى أن أصبح مخرج مدارس وقدم مقاربة في التعليم، ومدارس الفلاح مثال على ذلك تجمع بين الأصالة والتجديد.
لأن صديقي عبد الله تسامح معي كثيرا، لا أريد أن أفرط في استخدام هذا التسامح، فسأختم بأبيات كنت كتبتها العام الماضي حين زرت أثرا، وقفت على أثر من آثار الحاج في منطقة اسمها آشويف على الخط الحدودي بين موريتانيا ومالي. هنالك التقيت شيخا من تلاميذ الحاج محمود با، اسمه الحاج محمود عيسى با. وآشويف هي مثال من أمثلة الأثر المبارك للحاج محمود با الذي عم هذه البلدان كلها. حضرت في هذه القرية أياما من الاحتفاء بالقرآن والاحتفاء بالإسلام والاحتفاء باللغة العربية، فكتبت أبياتا فيها شيء من المزج بين العربية والبولارية، سميتها شيء من شعر التفم. ونجراما الأبيات طبعا كتبتها في نهاية هذه الأيام. ونجراما نفيوي سيلاب إنا بلقاكم لفي سرور مبين، علم الله ليدكم قد عشقنا هيوي ناب فف ليد كل كريم. علم الله ليدكم قد عشقنا هيوي ناب فف ليد كل كريم. دبوا قركوا تكلل جميعا أتيتم منشدين بسم الله، يوما بيوم في ظلال القرآن عشنا شربنا كأس آتايا يودي هامايا بيني. بظلال القرآن عشنا شربنا كأس آتايا يودي هامايا بيني. لو ملكنا الخيار قلنا انجهاني، لو ملكنا الخيار قلنا انجهاني. وأعدنا إنشاد شعر قديم أنجها عنكم نموسي ليتنا الآن جوني أنجتيمي. شكرا للأخ أحمد على هذه المداخلة القيمة وعلى هذه الأبيات الشعرية الرائعة التي جمعت بين الأصالة العربية وبين كلمات معبرة بعمق عن كرم الفلان وعن مدى حبهم للضيف ومدى تكريمهم له. شكرا أحمد، لقد استنفذت بعض الوقت ولكنك معذورا. إذن أحيل الكلمة الآن للدكتور أبو لكي يقدم لنا كلمة. وأشكر الحضور في البداية لهذه الندوة يعني طيبة، كما أشكر الجماعة اللي قدمت دعوة إلينا بحضور هذه المناسبة المهمة جدا جدا في يتعلق بالشخصية كالحاج محمود با، وخاصة الحاج محمود با في نواكشوط وفي موريتانيا. لأن شخصية الحاج محمود با قبل أن ندخل في الأمر أولا استأذنوني يعني سأحاول أن أدمج اللغتين مباشرة. سأحاول شيئا ما أعبر تعليقي بالعربية ومن ثم أيضا بالفلانية. كوادي فوق بندرا بتدم بالسلمون من فيوي بالبلتي إنكولون نتاعو نون جتيرا من غندا هود توابي بيك ونون كدي غندا دلتال هودر نجندي ندنغال نيلو يوتر. سؤال بيمولن كن وقصت تطيب الحاج محمود با حالته كشخصية الحاج محمود با ونحن بهم فد الشارع بنغندو بهن. مش مشكلة. إذا جافرمي ما هذا عرفتم. على العموم بالنسبة لحديث هؤلاء الحاج محمود با ليس بأمر سهل في رأيي، لأن التعليق في هذه الشخصية لو عرفت شيئا من تاريخه ستجد أنه شيء كبير جدا جدا، كما قال الأخ السابق بأن اختصارها بدقائق صعبة يعني إلى حد ما. الحاج محمود با لو اختصرناه في التعليق نقول إنه يعد من جيل الرابع في التاريخ الحديث والمعاصر في هذه المنطقة.
الجيل الرابع على الأقل منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر وعشرين. هذه الفترة عرفت تغيرات هائلة في هذه المنطقة، وهو كأنه يؤد خاتمها. الأولى كانت الدولة الإمامية في القرن الثامن عشر أو بداية السابع عشر والثامن عشر. في هذه الفترة بالضبط كان هناك حركة واسعة جدا ثورية أحدثت تغيير حتى أدى ما يسمى باختصار إسلام خرج من المدن والطبقة الحاكمة ومدن تجارية كبرى إلى داخل الشعب في أنحاء المنطقة، من الرمال في شمال موريتانيا إلى داخل الغابة حتى مهيل. هو عهد الإمامية في القرن الثامن عشر على الأقل. وبعدها تلاها عهد يمكن أن نسميها بالجهاد الصوفي، ابتداء تحديدا من 1804 في نيجيريا بزعامة عثمان دانفودي حتى الحاج الشيخ عمر الفوتي الذي أنهى حياته في الجهاد سنة 1864. ثم يليه جهاد عبد الرحمن محمد نمين درامي وسامري توري في نهاية القرن التاسع عشر. هذا الجيل الثاني. ثم يلينا الجيل الثالث يمكن أن نطلق عليها جيل الطرق الصوفية. هذه الطرق الصوفية التي المعروفة عندنا الآن، سواء انطلقنا منها كطرق صوفية التقليدية مثلا القادرية ثم التجانية والساذلية، الذي خرج منها يمكن أن نقول الكنتية، سواء الكنتية والأسوادية والتواتية أو الأغزفية. وثم يمكن أن نرى طرق الحديث الأخيرة يعني كحماوية وحموية نسميها مرات حموية، وكذلك الغناسية وتوباوية يعني نسبة إلى موردية. إذن هذه الطرقية هي الدفعة الثالثة التي سيطر عليها الاستعمار. ومن هنا يأتي أهمية الشخصية الذي نتحدث عنها هو الحاج محمود باع كمرحلة التحرر والنداء. ومن هنا يشكل دعوته ونداله ومنهج الحديث مهمة جدا جدا. لهذه الشخصية باختصار لو أردنا أن نتوغل عليه صعب جدا، ولكن هناك 3 نقاط لابد أن نسير بدوري كما قال الأخ. نحن اليوم في أحوج الشخصية مثل الحاج محمود باع. اجتماعيا سنجده تداخل مع هذا المجتمع بكل فئاتها بعلاقات اجتماعية وثقافية وغيرها. ومن حيث التعليم وضع لنا منهج حديث جدا جدا في التعليم. ولكن الجانب المجهول في الحاج محمود باع جانب السياسي والديني القوي، دعوته الدينية والسياسية كثير من الناس يجهلونها. سأعطيكم أختمها بقصة صغيرة وقد يجهل الكثيرين. الحاج محمود باع في سنة 1000 تحديدا و953 وهو 1361 هجرية رفع سقوة كبيرة جدا لإنقاذ الأمة الإسلامية في غرب الإسلام في دارفور السودان، عندما كان المسلمين يموتون في الطرق بطريقة التهريب عبر البحر الأحمر ويموت آلاف في الجزر بتأثير ضريبة رسوم وضع على المسلمين في غرب القارة أو في أفريقيا السوداء أو جنوب الصحراء، ليرفع الرسالة، ليكتب رسالة يوقع فيه كل أعيان دارفور أو يسمونهم كل أعيان بور السودان، ليرفع هذه الرسالة موجهة إلى السلطات السودانية وإلى ملك عبد العزيز
عبد العزيز آل سعود وإلى كل الصحف تنشر بالعربية والدول القائمة آنذاك ليقدم هذه الشكوى دينيا وسياسيا، ليفرض على النظام أن يقف معه بعد التحقيق ويطلق هذا الأنان ويحل هذه المشكلة نهائيا وينقذ المسلمين. هذه الدعوة السياسية والدينية القوية بأسلوب بالغ أنقذ فيه المسلمين بشخصية واحدة، ونحن اليوم أحوج أشخاص مثل الحاج محمود باقر. شكرا دكتور على هذه المداخلة ذات البعد التاريخي القوي، شكرا جزيلا. وحيل الكلمة الآن للدكتور حسين المدو ليعقب على هذه على الورقة التي تقدم بها مشكورا الأخ أبو بكر محمود باقر. للجمعية على هذه السانحة التي تمثلنا جميعا بتنظيمها لهذه الفعالية التي تستحضر إحدى القامات العلمية السامقة في بلدنا، والتي تمثل زيادة على العطاء العلمي والديني الكبير الذي اطلعت به، لحمة لوحدتنا الوطنية ودلالة لتنوعنا البناء وتعددنا الأخلاق، ولحرصنا على أن نعيش في موريتانيا واحدة معتزة بتاريخها وبذاتيتها بتنوعها الأخلاقي. الحاج محمود باقر بالنسبة لي كان يمثل السفارة الشنقيطية الممتازة، سواء بتنقله من موريتانيا، كان يجسد النموذج الحي للإرادة الحية لتحصيل العلم وفي تكثيف المعارف، كان نموذجا سابقا لزمانه عائدا إلى مكانه لاحقا لرفته وتعضيده بكل المعارف والعلوم التي تلقاها هناك وهنا، سواء بتنقله بالوطن أو سواء عبر انتقاله أيضا إلى بلاد الحرمين. وأعتقد كما أشار المتدخلون المحاضرون قبلي بأن الحاج محمود باقر شأنه شأن كثير من الشخصيات الوطنية يعاني من غبن تاريخي متجذر، وسأضرب أمثلة على ذلك. الدور الذي اطلع به الحاج محمود باقر في نشر الثقافة الإسلامية في موريتانيا هو دور كبير كان على كل ناشئتنا أطفالنا الصغار أن يلقنوه في المدارس وأن يطبقوه في يومياتهم وفي مدارسهم وفي تحصيلهم العلمي. تذكروا قبل 5 سنوات نظمت مسابقة لطلبتنا وكانت بالفرنسية وبالعربية، وكان السؤال الذي أردت أن ألتمس وأتلمس به حجم حضور التنوع في ذاكرة أبنائنا خصوصا المتعلمين منهم، أن طرحت على المتسابقين باللغة العربية تقديم تعريف للحاج محمود باقر، وللمتسابقين باللغة الفرنسية تقديم تعريف عن الفقيه العلامة بوداه البصيري. والغريب أن الإجابة عكست إلى حجم كبير حجم الغبن الكبير في كثير من زوايا تاريخنا. أطفالنا وأبناؤنا لم يطلعوا ولم يطلعوا على هذا التاريخ في تنوعه في تعدده في عطاءات رجاله ونسائه. أجاب المفرسون بأن بوداه صحفي، وأجاب المعربون بأن الحاج محمود باقر صحفي، وكان المفرسون أقرب إلى الحقيقة نظرا لأنهم ارتبط في أذهانهم بذاكرة زميلنا المرحوم عبد الله محمود باقر. وتلمست من أصدقائي الكثر لماذا يسمي المفرسون بوداه بالصحف، وأرشدني بعضهم إلى أن الأمر يعود في ذاكرة الجيل الجديد إلى الدور الكبير الذي اطلعه العلامة بوداه البصيري في تهدئة الأوضاع بعد الأحداث المأساوية لسنة 89. لذلك خلدت ذاكرتهم فقط أن هذا البعد الحقوقي كان حاضرا باسم هذه الشخصية. نحن نعاني من غبن كبير في تقييم وتثمين شخصياتنا خصوصا شخصياتنا العلمية، وأنا من هذا المنبر أود أن تكون هذه التظاهرات زيادة على استدامتها وضمان استدامتها بشكل سنوي، أن تكون بداية لمزيد من لا أقول إعادة الاعتبار وإنما إحلال المكانة اللائقة التي استحقها عن جدارة للحاج محمود باقر في نظامنا التعليمي، في طرقنا، في مبانينا، في مؤسساتنا العمومية، أن تحمل اسمه وأن تحمل تنفيذه وتدوينه، وأن تتحول هذه المدارس مدارس فلاح سواء في بعدها التعليمي أو في هندسة التعليم وبعدها التربوي والدعوي إلى مؤسسات ذات الإنعام
تهتم بها الدولة وتحظى بجزء كبير من ميزانيتها، ويتم إدراج هذه التجربة الرائدة في تاريخنا داخل مناهجنا التعليمية وفي المقررات التي ننقلها لأبنائنا في المدارس. نشكر المنظمين والمحاضرين والحاضرين، وآمل استدامة هذه التظاهرة وتنفيذ القائمين عليها. شكرا لكم. شكرا زميل حسين المدون، لقد أفدت وجدت كالعادة. إذا أحيل الكلمة للمعقب الأخير وهو الدكتور يريل سو، أتمنى أن يكون مقتضبا لمداخلته لو سمحت. اوكي، شكرا جزيلا. نجدنا wadde ko no docteur Abou bino ni ko pulare اوكي موجي ان شاء الله. في الحقيقة شكرا جزيلا، أشكر القائمين على هذا التنظيم الجميل وعلى هذه المبادرة الجميلة. في الحقيقة الحديث عن هذا العالم الجليل الحاج محمود با في دقائق عدة شيء صعب جدا لكونه شخصية استثنائية، وبكونه أيضا شخصية عاشت قبل عصرها. إذا كانت حادثة سقوط تفاحة من الشجرة شكلت انطلاقا لإسحاق نيوتن لاكتشاف قانون الجاذبية، فإن حادثة إصابة الحاج محمود با في عينه فقد شكل أيضا نقطة تحول بالنسبة له وبالنسبة لمنطقته وبالنسبة لعائلته بشكل عام. فبدلا أن يستسلم للأقدار كما يحدث عادة عند حدوث مثل هذه الحوادث، ولكنه قرر أن يغير وضعه الاجتماعي. فمثلا هو كان ملما في ثقافة منطقته وثقافة شعبه الفلان. عندما يكون الإنسان في جسمه نوع مثلا نقص ما، ناس يعيرونه كما نعرف جميعا بالأعور أو بالأعرج أو بشيء من هذا القبيل. وقال مقولته الصحيحة المشهورة، ذكر كنت أشك في مدى صحتها، ولكن بعد أن ذكرها أستاذ أبو با تأكدت أن هذه المقولة كانت صحيحة. أفضل أن أسمى عالما أعور على أن أسمى رائيا أعور، وبذلك قرر الرجوع إلى التعليم. فبعد ذلك بوسيابي ومجرية قرر السفر إلى المشرق العربي، وحتى لما قرر التعلم كان بإمكانه أن يكتفي بالتعليم السائد في منطقته، وهو التعليم التقليدي، ويصبح مقدما بإحدى الطرق الصوفية، أو يصبح شيخا لمحضرة ويكون له أتباع وتلاميذ يمكن أن يستغلهم بحرث الحقول أو يتسكعون في الشوارع ويتشحتون، ولكنه لم يفعل ذلك، وقرر السفر إلى المشرق العربي عبر الصحراء الكبرى مشيا على الأقدام، ولا يعرف خطورة هذه المسافة وهذا السفر إلا من قطع الصحراء الكبرى كما فعل الحاج محمود با. بعد ذلك بوسنيا والمجرية توجه كما قلنا إلى ذلك. كان يمكنه البقاء أيضا في السعودية أو في أي بلد خليجي ويعيش هناك حياة هادئة، ولكنه فضل العودة إلى وطنه ليتقاسم مع أهله ثروته التي اكتسبها في أسفاره، ويساهم أيضا في بناء وطنه. ولم يكن مهمته سهلة، إذ لاقى صعوبات وعراقيل سواء من المستعمر الفرنسي المتخوف من التعليم الديني الإسلامي ومن التعليم الذي آتي من المشرق، أو من المجتمع الطبقي الذي كان ينحصر فيه التعليم داخل طبقات معينة. الطبقات من مثل المجتمع الفلاني كان هناك بعض الطبقات وهي التي تتخصص بالتعليم، وغير تلك الطبقات المجتمع الفلاني كمجتمع طبقي معروف ككثير من بعض المجتمعات الأفريقية. وقد واجه هذه الصعوبات أيضا بكونه فلاني محترف أو معروف بالعائلة العربية، يصبح عالما بين عشية وضحاها. هناك بعض العائلات لا تتقبلها بسهولة. والصعوبة الأخرى هو شيوخ الطرق الصوفية المستفيدين من الوضع الذي كان قائما،
هو تعليم مثلا غير النظامي ويستفيدون منه كما ذكرنا، ولكنه واجه هذه الأمور بحنكة وصبر حتى تغلب على كثير منها في النهاية. بعد استقلال الدولة الموريتانية أيضا ساهم بشكل كبير في بنائها، وخاصة من الناحية التعليمية. شارك في بعثات الموريتانية التي بعثتها الدولة الموريتانية إلى بعض الدول لطلب بعض المساعدات في التعليم، وخاصة في السعودية وجمهورية مصر العربية. هناك بعض الصور وهو مع جمال عبد الناصر أو مع بعض الملوك السعودية، الملك فيصل رحمهم الله جميعا، وهو كان مع بعثة موريتانية، وكان فيها أيضا الوزير المرحوم الذي توفي مؤخرا باب بكر ألفا وآخرون. طبعا كانوا في بعثة ابتسام الرئيس مختار ولدة لطلب مساعدات، وخاصة فيما يتعلق بالمناهج التعليم اللغة العربية. وفي الرياض قابل هناك أحد زملائه الذي كان يدرس معه في الحرم المكي، وسهل له المهمة رغم ما بذله من جهود وما قام به من جولات داخلية وخارجية في سبيل دعم وترسيخ تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي حتى وفاته، إلا أن اسمه كما ذكر الإخوة الذين سبقوني لا يكاد يذكر في إطار حديث عن المؤرخين أو في التاريخ الذين خدموا هذا البلد. لا يكاد اسمه الحاج محمود با يذكر، وهذا ما لا ينبغي، سواء من الناحية الثقافية أو العلمية. ولم يطلق اسمه على أي معلم في الدولة تخليدا له، أو تنظم مسابقة سنوية، مسابقة علمية سنوية باسمه، أو مثلا شيء من هذا القبيل، أو ملتقى علمي باسمه كما يحدث مؤخرا. هناك مسابقات وتصرف فيها أموال طائلة مع احترامنا لأصحابها، ولكن كان ينبغي أن يطلق مثل هذه الملتقيات وهذه المسابقات على اسم شخصية مثل الحاج محمود با، ولكنه لم يحدث للأسف الشديد. وحتى ما تقوم به عائلته مع بعض تلامذته مؤخرا في ذكرى وفاته يتم بشكل خجول جدا، مع احترامي للذين ينظمونه. لا تناسب قامة الرجل وتدعياته العلمية وتدعياته الثقافية وما قام به من أجل موريتانيا ومن أجل أفريقيا جنوب الصحراء ومن أجل خدمة الإسلام. وفي الأخير وطالبكم وطالب الدولة الموريتانية والمجتمع الموريتاني رد الاعتبار لهذه الشخصية العلمية والوطنية بإطلاق اسمه على إحدى الجامعات الموريتانية. المؤسسات العلمية مهمة، وتنظيم ملتقى علمي سنوي باسمه، وكذلك مسابقة ثقافية سنوية باسمه على غرار مسابقات التي تنظم حاليا بأسماء الصحفيين وأسماء الناس الآخرين. أعتقد أن ذلك أقل ما يمكن أن نقوم به من قبيل اعتراف الجميل له وهذه المبادرة التي نحن بصددها. نشكر هنا هودر الجندي، طبعا سنأتي إلى بذلوا مجهودا جبارا لخدمة الشعب الموريتاني والوطن الموريتاني عامة. هذا مبادرة جميلة يجب علينا أن نتكاتف وندعم هودر الجندي، وندعم من أهدافه كما علمت أنهم يذهبون لتوحيد كل شرائح موريتانيا وخدمة الثقافة. وأيضا أشكر الأستاذ عبد الله محمد با أيضا، وطبعا لم أتعرف عليه كثيرا ولكن كنا نتقابل عبر الانترنت وشيء من هذا القبيل، وهو أيضا شجعني بحضور هذا اللقاء والتعليق على هذا. أكتفي بهذا القدر حتى يأتي التعليقات البولارية، وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا الأخ الدكتور على هذه المداخلة القيمة، وأعتقد بأنك كفيتني شر تلخيص كل شيء والحديث عن ما ينبغي أن يقام به من أجل على شرف وعلى لتكبير الدور الذي قام به المرحوم
رحمة الله علينا وعليه. وبالتالي أعتقد بأن كل النقاط التي أوردتها في مداخلتي من أجل إعادة الاعتبار لدوره، من أجل تعليمه بما قام به في سبيل نشر الدين الإسلامي واللغة العربية في غرب إفريقيا وفي موريتانيا، وإلى ضرورة أن يراعى البعد التاريخي لما قام به في المناهج التربوية كما تحدث عن ذلك الأخوين مدو وأحمد الوديعة، وإلى ضرورة تنظيم حلقات وأبحاث وندوات حول التعريف به. أعتقد بأنها كلها أمور يجب أن يقام بها في أسرع وقت ممكن من أجل المساعدة في ذلك. وهنا أوجه النداء إلى كافة المثقفين، إلى كافة الفاعلين بالميدانين الثقافي والتاريخي، من أجل أن يفكروا مليا، من أجل وضع مقترحات يصار إلى تنفيذها في أسرع ما يمكن، كذلك من أجل أن نعيد الاعتبار لهذه الشخصية التاريخية والإسلامية التي بذلت كل حياتها من أجل رفعة الإسلام والمسلمين، ومن أجل ترسيخ عرى الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا من خلال الدين الإسلامي الحنيف، ومن خلال الثقافة المشتركة بين أبناء هذا الشعب. على هذا ننهي هذا الجزء من المحاضرة، على أن نستأنف في 5 دقائق بنفس المحاضرة باللغة البولارية. شكرا على إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndeɗo fedde wiyetende hoodere gendi waɗi gollal manggal, sabu hon ɗeɗo pottitte ene addana yimɓe lukkiɗinade e miijnade e gollal jinnaɗo men ceerno men Alhaji Mahmoud Ba, yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum. ko heewi haalama ɗo e ɗemgal arab, e kono alay sago luggiɗino hen seeɗa e to banggue pular to. jinnaɗo men ceerno men Alhaji Mahmoud Ba yi aduna ko jowol e hitande 1995 o waɗi gaynaka ɗon e nder jowol he, jowol worgo. o waɗi kala ko pullo suka pullo waɗanno e kala ko yowiti e pinal fulɓe e gaynaka ko yaade e gaynaka. yo yimɓe paam kadi e gollal falangal ko Alhaji Mahmoud addi ko fina tawa o holto fuɗi. kala gando mo jiiɗa en addi hunde wonto fuɗi. to fuɗi ɗo wawa woɗɗude pinal makko. so tawi ko gaynannoɗo o soppi leggal, woodi ko yene e yitere makko, walla taw ko ñaw arno e on diwan, ha woodi ko yani e yitere makko, yitere nde wayno bonore seeɗa ni waɗi si, ko pulaagu ngu wonde mo pullo nde pullo anje gacce, pullo anje si wona e muɗum. pulaagu ngu ko ɗon fuccitori gueɗe ɗe fof e wiide mo ene gasa, wiye oɗo gandu ko ɗokko, kono gasata wiyeede oɗo gaynako ko ɗokko. ndege noon ko pulaagu ngu taw dogata e makko, ko pulaagu ngu addi fala o fof. ay won baɗɗo hon ndeɗon yiyande e Cheikh Souleymane Baal ko anje gacce, waɗani Cheikh Souleymane Baal waɗi filñitare salade koreji mum ene jeeyi. ndeke noon ma miijoɗon ɗon no feewi, sabu ɗum son ƴeewi kadi gollal makko ngal waɗi ngal fof ene waɗi publié min mbiyata ɗum e pulaar ko publié walla tuugnale onon mbiyete arab mabade. o tuugni koye salade gacce, kono o tuugni koye mottilade e miijo makko hawa heɓa fandade makko. son ƴeewi no tacciri jeerede sahara nden e on saha no way sattude ni e caɗele ɗe o heɓi ɗe e nde o arti nde e tuubakoɓe ko calino o adda ko e dow mum ko, e kanko fof e wasdemo jogade balloɓe on saha o ala kaɓirɗe, kono o darima o yettini miijo makko ngo. ndeke eɗen mbawi yaltinde e fina tawa mo addi o e ko wiyete e jambaragal e darade ha ko gadduɗa ko ha jettoɗa ɗum, ha jettoɗa fandade ma nde. ɗum kadi ko ɗiɗi. eɗen ɓeyda hen kadi wonde ceerno Alhaji Mahmoud Ba ɓuri gooƴinde fof ko gandal, ɓuri gooƴinde fof ko artude ha e gendi muɗum, sabu omo wawno wonde makka,
o wona toon daña woni fof kono o arti ko haa e nder Fuuta o ƴeewi waylude renndo Fuutankoɓe renndo Fulɓe hoore muɗum o jokki en ɗam ndeke noon sen mbi fala ko jokkere en ɗam fala ko dental Fulɓe taw fala ko waylude nguurdam Fulɓe e ko takki ɗumen fof Mauritanie fof son jiɗi mbiyen o waylirde ɗum gandal ko yo yimɓe jangu ko yo yimɓe ndentu ko yo yimɓe kaɓo basal ko yo yimɓe kaɓo majjere ndeke noon ko ɗum ɗo woni fala sabu en ji o sari duɗe e nder Fuuta he fof ha Sénégal ha Mali ha Cameroun ha e ko dari ɗum te en jii kadi ko addi ko kanko ceerno men jinaɗo men Alaji Mamoudou Ba ene waɗi hen feere to banggue renndo sabu wonno Fuuta o wonirno wonno jangde Fuuta hanki nde wayrino wonno sernaɓe jangguiniranno kono o addi feere ha o wakliti o waɗi ko yiɗi wadde ko to o haɓaka ndeke noon ceerno meɗen Alaji Mamoudou Ba wona jiɗɗo ko wiyete jeddodiral wona joofotoɗo kaɓeteɗo ala o haalantuma tan koko Allah wi ko paama ganda e neɗɗo yettatake yennetake sifere tan sa andi noon ko gonɗa e dow mum ko ene luuri Allah ko addi ko mbiya o haaɓema kono kanko o waddatama peɗele guite ndeke noon e nder feere jangguinirde ceerno men Alaji Mamoudou Ba ene waɗi hen to banggue rendiyankagal ƴoƴere renndo nan hen saabu ndo iɗi uddide duɗal to jowol ɗo e hitande 1994 o wi ala jahat tawde mbi min garmi ko firtude renndo garmi ko jangguinde yimɓe garmi ko bonnude renndo ngo garmi ko waylude yimɓe ko wona e koɓe goni ko wonde jinmi ko yimɓeɓe ko yeeyoydeɓe ala mami yaa ha Tubakoɓe goni to ha Dakar mi waɗa toon duɗal ndeke ɗum ɗo kadi ko feere haare ko stratégie ko Tubakoɓe mbiyata ko o ummi jowol o yeehi ha Dakar o waɗa rondude omo holla Tubakoɓe kanko ko addi ko ndeke ɗum kadi ko hoolade kadi gandal ngal o addi ngal o ummiti toon noon o fayi Djiboli fayi Mali ha Tubakoɓe koye mumen e nde guerre mondial gadano ɗiɗaɓo gasinde ɓe itti paaji makka koɓe joguino e gawri fof ɓe tottirimo yo ñammin almuɓe makko ndeke noon en gandi jinnaɗo men ceerno men Alaji Mamoudou Ba ko neɗɗo ganndo ko neɗɗo ƴoƴƴo ko neɗɗo joom feere ete kadi ko ɓuri mawnude fof mboɗo refta hen ko ɗaɓɓite gandal ndeke noon fina tawa ceerno Alaji Mamoudou Ba ɗaldi hen o ɗaɓɓere gandal ne hen ndeke ko poɗɗen naftorade e ɗaɓɓe ko addi ko sarde duɗe e nder nokkuji meɗen haɓade ganduɗa majjere jangde noon e fannuji mum fof jangde diine l'islam no ndewɗen Allah jangde haqqe aade jangde faggudu jangde cellal jangde fannuji ko ɗum ɗo poɗɗen haɓanade hannde e kadi omo addi kadi dawrugol omo wi en yen takko laamu yen gon dawriyankoɓe ƴeften hakke meɗen sabu hannde neɗɗo wawa wurde e liggudaki e laamu ndeke noon dawrugol kadi nana nder ko Alaji Mamoudou Ba addi eyyi ɗum ɗon fof ko toɓɓe ɗe ganduɗa eɗen poti luggiɗinade hen hannde beele ganden ko addi ko holno mbawɗen naftorade ɗum eyyi mbiɗa junnaɗe haalɓe araɓe kam kaali ko heewi kono mboɗo rowa tan ko Alaji Mamoudou Ba addi ko hunde mawde ko fina tawa mawɗo ko gurdam ko neesu aduna no yimɓe gurdata ko ɓamtare ko jangde ko rendinde yimɓe eyyi yo yimɓe foof ndendu jokkodira en ɗam ƴeewa hakke mumen e yoltude jojjanɗe mumen e saaha mo kawri o saabu kanko nde o ari nde no wino hoore makko wonde ene gasa wiye wonde oɗo jangguɗo ganno ko ɗok kono gasata wiyede oɗo gaynaka ko ɗok o yiɗi wattude fulɓe aynaɓe fof anduɓe ndeke noon poɗɗen ko dadade e haɓanade jangde jangginen sukaɓe men rewɓe jangginen sukaɓe men worɓe ko ɗum tan woni ganduɗa fala kaɓaɗon majjere e basal mi salmini on jarama mbiɗa yetta hoodere ngel dokkuɗo en
ngal ɗo hawrital yaafo ɗum pulaar o noon ko Diallo yetta hawride ngal dental et surtout pour haalde haal jinnaɗo amen Elhaji Mahmoudou Ba minen ko baaba amen ko mama amen mi daran on ɗo seeɗa tan ko ngandumi e baaba e mama fof minen subaka fof so mbiɗen dawanno école min kawrata mo hon waɗi jallaɓe muɗum hon waɗi ɗum ko waɗi ko makkiyankoɓe lefol muɗum jonno min mbadda course min dogoto mo mama o wi min ew mbar hoɗon jangga mbiɗum jangga kono ala ew homboye moon woni premier min mbiya mi subaka jangguide subaka foof sombo dawa kadi ko koyɗe tan o yarata o jogui waɗde kono koyɗe tan o yarata subaka foof ko course min mbaddata o nangga o fawa juuɗe mum aɗa waɗi moon barke aɗa waɗi moon barke mi sikki do amuno yaye amin ha joni min kadi min hoorema joni toon Aissata Yaya komi faala yakka kadi 100% Deed Oumar oɗo Abdallah Ba Allah yarhamu ɓe toppitimi particulièrement kamɓe ɗiɗo gila mbiɗa waɗa primaire ha terminal mi meeɗa woorde cours uji soir fala hay so mi arani hen sa mi wiya min mi yahani baba mi tampi o téléphone hoɗ astaw yo ara o yirdaki hande mi wiya Deed min mi tampi ɗum nen fof ko biyow yomi ara mi arata ɗum waɗi arabe on j'étais la meilleure en arabe nahwu sarf ala on était les meilleurs e ha mi keɓmi bac ɓe ɗoftimi Deed kamɓe ɗiɗo Oumar Ba e Abdallah mo encadré particulièrement Allah yarham baba gali so artino nder to voyage so artino ko cadeauji minen kadi minen ɓe e sukaɓe mo heeɓi o meeɗa serdude min fawi en nenne ba en kamɓe fof sowade en ƴaganan ɗo min meeɗa surtout kala ko so dañi sukaɓe mum miñumen ɓe o addanata min donc minen komin pure produit fala mi sikki so miɗen jooɗi ɗo hannde mbiɗen kaala alhamdulillah c'est parce que quelque part yawi un vieux qui a travaillé darani leñol e jiiɗa sa yeehi guure baadiyaji to ɓe jogui kawmu daddas so leelimo o wonata koye darde fala sukaɓe mbiya ɗum ew change cassette Elhaji Mahamoudou Ba o wi ala on cassette tan woodi donc vraiment ko pour wiide on Elhaji Mahamoudou Ba ko addi ko ha arte enen kam fulɓe jeeri en mbawa yobde ɗum par ce que jangguini en ala fof ko waɗanani mbiyeten kaka al yerɓuru yaafo al waɗi banque ɓesgu mum e surtout mbiɗa ñaagui ɗo kadi e oɗo tribune bandira fof ha enen fof ballodiren ha dartinen école men fala ɗum ko doléance ñaaguima enen fof ballodiren ha darnen école meɗen par ce que wona tan famille mo jeeyi ɗum ko enen fof jeeyima min de kam Aissata Yaya je suis somi wirtima ɗon tan ɓerdam nde no muusa tan somi miijima no fonno waade ni hannde wona noon way peut être que enen koye men falahiyankoɓe eɗen manquine seeɗa donc mbiɗa ñaaguiɗo enen fof yen tinno goto men fof hay soko mbuuɗo addi ballodiren ha darnen fala a jarama a jarama banimen debbo Aissata mbiɗa sikki Aissata seetantagal ngal rokkingal ɗo ngal ɗo seedantagal goto men kala no wawi ɗum wadde no wirni e jiknaɗo men no wirni e mawɗo men no wirni tan kadi ko waɗani ko gandal ko waɗani ko l'islam ko waɗani ko Mauritanie ko waɗani ko men ko waɗani men ko enen kadi jiiduɓe makko ɓe ko ɗum tagi noon mbeɗa sembina tan miijo Aissata rokkingo ɗo eɗen poti enen foof darade ha ballen fala ha wontat wonno ha daro darde darino e mbawɗen wadde hen coopérede waɗa hen coopérede emen mbawde hen wadde waktu muɗum waɗa hen waktu mum emen mbawde jangguinde ara jangguina emen mbawɗo rokkude defte rokka defte emen mbawɗo wallude e wadde jokkodir kase goto men fof tan wonɗo wawi hedde tinɗen mbatten ɗum e hakkillaji meɗen kalfinen tan kadi fedde meɗen nde ɗo wande ɗum ɗo yo miijo hen jokkidira yimɓe ƴeewe noon mbawaten wadde ɗum Aissata a jarama haalama yuɓɓi fewi joni mi rokka konngol musidɗo meɗen Adou Seyni Samba vous lui donnez le micro s'il vous plaît. bandiraɓe mi salmani on
mi salmini bandiraɓe jooɗiɓe ɗo fof emi yetti hoodere ngendi caabiɗo o ndeɗo jonde mi yettiɓe kadi ne dokkuɓe sabu dokkudemi fursa walla nden jot wawde haalde e oɗo gandu mo ganduɗa sen cifrima ɗum gueɗe kewɗe ne wawi wonde on Alhaji Mahmoud Ba min fulɓe jeeyi min cikkanno ko minen o arani so wona komin mawni ko min tefi tarikh mum min gandi deke ko minen e woɓɓe fof pote e oɗo goto yo won fulɓe yo won sapalɓe yo won soninkeɓe yo won wolof wol fof ɗum ɗo fof ne foti so tawi Alhaji Mamadou Ba warana hirde walla ndena warana kawrital bawgal darto wasde mawnotirade Alhaji Mamadou Ba o gorko no heewiri ni gandal o gorko no inde mum towiri ni o gorko no golle mum mawniri ni sa tawdi ɗum almuɓe muɗum andata mo woni kam so wona mbiyaɗa ko o woni Alhaji Mamadou Ba yimɓe fof ɓe teski ɗum e oɗo gorko mo jogui maniére no nannirta gandal e hoore innama ade ko kawis se mbawi ɗum rokkirde yeru tan ko pullo no eltirta ni naggue hawnugue bongue mettugue gue ɓiretaɗe waɗa feere ha waɗa naggue feere hawgue watta ɓirede ko noon Alhaji Mamadou wadde fulɓe jeeyi saabu yimɓe fof ɓe gandi fulɓe jeeyi no mbayi hamnade no mbayi mettude no mbayi bonde jikkuji kono naate maɓɓe fof ha uddite maɓɓe école aji maɓɓe fof te ɓe janggata ko arab ɓe pira arab o ɓe jangga qouran pira qouran ko Alhaji Mamadou Ba tan woni mo jiimi so janggani neɗɗo e nder hitande watta windude lettere ɗum ala fof ɗo dañete aduna so wona Alhaji Mamadou Ba Alhaji Mamadou Ba oɗo goro gandu mo mawnokinaki sen mbi ɗum ko leñam leñameji no wona kono noon o wona añam leñamejo il faut que ceerde hakkude leñam leñamagal e añam leñamagal oɗo gorko ko leñam leñamejo omo yiiɗi leñol mum yidde mum leñol mum addani ɗum nadde leñol mum omo janggina kono yidde mum leñol mum addani ɗum jokkodirde leƴƴi goɗɗi ɗi fof beɗa ma jiiɗi leñol mum saabu neɗɗo fof ko ambassade neɗɗo fof ko ambassade leñol mum no wonirta ni ambassade leydi muɗum e leyɗele goɗɗe leydi mum yiɗire saabu golle oɗo ambassade moƴƴe ɗe jokkodira ɗo waɗata e leyɗele goɗɗe kono Alhaji Mamadou waɗani leñol muɗum leñol fof ina yiiɗi ful saabu Alhaji Mamadou neɗɗo fof ganduɗo Alhaji Mamadou ina yiiɗi ful so woni ko capat so woni ko sarakul so woni ko jolf so woni ko leƴƴi goɗɗi ɗi fof ina jiiɗiɗi fulɓe saabu Alhaji Mamadou ɗum noon ko en mbawa wiide so wona oɗo gorko min nde yiddam ana Aissata Baya no ñagorini yo fara wurtin ko noon ñagortomi kadi no oɗo wuuro Jowol yo waɗe guure poɗɗe mawninede poɗɗe teskinede poɗɗe teddinede nder leydi Mauritanie pour hollude gotago leydi ndi saabu ɗum ina liggo noon gotago leydi ndi saabu ngol ɗo ɓaƴagol tan banggue goto e oɗo gorko ɗo homo jibina e oɗo nokku eɗo e ɗo golle ɗo waɗi nder leydi Mauritanie ko kawis jiɗɗo gendiyankagal jiɗɗo gotago leydi ndi jiɗɗo daranade gotago leydi ndi wawa han salade yo Jowol mawnine saabu gorko leɗi ɗo ɗo Oustaz Sène a jarama feewi a jarama feewi yo Allah jarama feewi wawa gasde yo Allah teddin wallahi awa gasde a jarama ko jinnon ko haal ne heewi a jarama feewi yo Allah teddin mi rokka konngol musidɗo meɗen Diop Djibril Moussa Diop Djibril Moussa Djibril Moussa kadi ko mawɓe famtani haala muɗum kadi koye titode wela he jeeya na ɗum waɗa noon min koye ɓiɓɓe Alhaji Mamadou jeeyami mi are Alhaji Mamadou mbaɗi are duuɓi jeeɗiɗi ndenam ƴettimi tan tottimi Alhaji Mamadou Allah Abdallahi Mahmoudou Ba mayiɗo yaade rumo yafomo ko min giɗiraɓe minen nadde école ñalawma goto a 1962 to Matam ɗo minen nadde école on so Alhaji Mamadou no susti on école Mawɗo Diop Mawɗo Diop jafata lala jeynekoɓe mbiya hedde gam ɓel ma mbaw ƴettudema kono noon mi siftoranma tan kadi mbasa jundade hade jikkam diallo artude aywa ɗum bandiraɓe Alhaji Mamadou ko gubbol neɗɗo wawa haalde haala mum ene heewi banggue yo banggue ɗo jaruɗa e ngol leñol ngol walla leƴƴi kadi cikkatama ara ko to tan o heedi eyi won ha kalɗo joni to banggue maɓɓe kamɓe fulɓe jeeɗi
minen hayto banggue amen to banggue subalɓe ala ko waɗani hen min mi yaade makko e lappot ummade gaɗarma ga e bosse hamin jettoyi damɗo ko wuro hamin jettoyi Bakel min garti koye kuuro e Bakel koye oto waɗi ko watte min ha Matam komin subaɓe amin ɓebulaji waɗi jencuɗi mawɗi ɗum tan wawa hedde e oɗo kikiɗe wawi haalde Alhaji Mamadou han taw ko archive huɗnoɗo e makko ko Khalil Diakhaté nanɗo ene wuuri Khalil Diakhaté ne wuuri kañum yaade makko e nder Afrique hirnage o foof yaade makko Dakar yaade makko Conakry yaade makko Guinée Bissau yaade makko Monrovia mbiyanomi e leyɗele Afrique o foof hirnage yaade makko ha Côte d'Ivoire dendagal wonon nane ɗemde kala hen ko nanata kañum firandemo gila e anglais ha e fof nokku hen ɗo ari fof gandanma ɓe coosi hen duɗe Khalil Diakhaté kala ɓurɗo andude gandama gurnam Alhaji Mamadou e banggue Afrique l'Ouest e Afrique banggue hirnague o hande oɗo kanko ɓuuri andude Alhaji Mamadou o en wayno en mbawa haalde koko ɓuuri ko haalano ɗo joni ko e arab e pulaar Ablaye Demba hen wonko haali hen eyyi kono tan e raɓɓikinade haye ɗemgal meɗen pulaar ngal ɗo nde janggeten en 1976 nde lurduel waɗi ɗo hakkude alkule gandama pulaar e alkule arab yo ƴette yimɓe jeeyi koto makko nden jettimomo o wimo haali Afrique l'Ouest fof suuɓi ko alate jangge late Afrique l'Ouest fof suuɓi ko ɗemgal gandama alate yo jangge te fulɓe ɓe fof leyɗele fulɓe no mbayi hewde ni ma won gandama sappo e jeetati ɓe nogas e ɗiɗi leydi wiide oɗon onon tan onon jagga alkule arab taw oɗon ceeki heddi